الفاهيتا من الحاجات المشهورة جدا في المطاعم، وبتكون غالية إلى حد ما. أنا أقول لكم النهاردة على تتبيلة هتطلع أحلى بكتير من اللي بتاكلوها بره. أول حاجة معلقتين من زيت الزيتون، معلقتين من الزبادي، وزيت الزيتون هنا بيديها طراوة وبيديها طعم مميز. وأضيف لها بقى معلقة من بهارات اللحمة، معلقة من بهارات الفراخ، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الفلفل الأسود طبعا لا غنى عنه، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. كل البهارات دي أنا باضيفها، هي بتاخد بهارات كتيرة ولكن ده اللي بيديها الطعم المميز. وبعد كده باضيف الباربيكيو صوص، باضيف معلقة كبيرة، وباضيف معلقة من المستردة. بقلب المكونات دي كلها مع بعض. أظن تتبيلة في منتهى الجمال، بس لسه كمان هنضيف لها إضافة بقى مميزة جدا للفاهيتا اللي أنا بعملها، وهي معلقتين كبار من السماق. السماق ده بيتباع عند العطار، وبيدي لون جميل جدا للفراخ، وبيدي مزازة حلوة جدا لطعم الفاهيتا. بقلب كل المكونات كلها مع بعض، وببدأ أضيف هنا معلقة صغيرة من صوص، اللي هو صوص الطماطم الحار أو اللي بنسميه صوص الهريسة. هيديها كده طعم جميل جدا، وهيديها لون مميز للفاهيتا. بضيف كل المكونات دي كلها وبقلبها، وبضيف عليها مكعبات الفراخ اللي أنا غسلاها بالملح والليمون والخل. بعد ما قلبت الفراخ مع التتبيلة بحطه في التلاجة لمدة نص ساعة متغطية لحد ما تبدأ تتبل كويس. بحطها على جريل ساخن بدون إضافة أي دهون فيها، لأن هي طبعا فيها زيت زيتون. وبسيبها لحد لما تستوي بعد كده على نار متوسطة. أنا عندي هنا الفلفل الألوان الأصفر والأحمر والفلفل الأخضر اللي هو الحار، والبصل متقطع إلى حد ما شكل مربعات كده. ببدأ أشوحه في شوية من زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، وشوية كمان من الزعتر. الزعتر بضيفه زعتر فريش أو زعتر اللي هو الجاف. ما بخليش الخضار يستوي، أنا عايزة الخضار يحتفظ بالفيتامينات والمعادن اللي فيه، ويبقى شكله حلو كمان جوه الفراخ. الفراخ هنا بدأت تنزل صوص بتاعها وبدأت تستوي فيه، وزي ما انتم شايفين محتفظة بالقوام بتاعها، لأن أنا قلت لكم إن أنا مقطعاها قطع سميكة عشان تحتفظ بشكلها، شكل الفاهيتا المميز اللي احنا عارفينه. بعد كده بسيبها على نار هادية لحد ما تستوي، وبضيف لها كمان معلقة صغيرة من الثوم المهروس. وما ضفتش هنا عليها بصل خالص، ولكن البصل موجود في الخضار اللي انا ضفته عليها دلوقتي. هبدأ بعد ما تستوي ضفت عليها الخضار، وهبدأ اقلبها من تحت لفوق. انا مش عايزاها تتهري، وعايزاها تحتفظ بشكلها وقوامها. بعد كده بضيفها في طبق التقديم، وبحط عليها شوية من بقدونس، بتبقى في منتهى الجمال. وممكن اضيف كمان عليها فحم عشان يديها طعم حلو جدا، او ممكن كمان اضيفها في طاجن ويكون ساخن جدا عشان تحتفظ بشكلها وبقوامها. زي ما انتم شايفين انا طلعت شوية، وزي ما انتم شايفين طالعه في منتهى الجمال، مستوية ومحتفظة بشكلها وبالصوص بتاعها البني الجميل اللي انتم بتشوفوه، واحلى كمان. وان شاء الله تجربوا التتبيلة دي وتعجبكم، وتجربوا كل وصفاتي. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.